السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده حلاوه المولد، هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه. انا هنا عملتها بالفول السوداني، تقدري تعمليها بالحمص او السمسم او اي نوع مكسرات انت تفضليه. هقول لك بقى كمان ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف احنا عملناها ازاي. جبت ربع كيلو من الفول السوداني المتقشر وده ثمنه 35 جنيه، رفعته على النار واديته تقلبتين كده لحد ما سخن والرطوبه طلعت منه، وهنركنه على جنب ونحضر الكراميل اللي هو هيبقى عباره عن كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الميه، وهنرفعهم على النار ونقلب كويس. وقلبي كويس، ما يهمكيش مش هيسكر معاكي ولا حاجه، اهم حاجه ما يبقاش فيه حبيبات سكر على جدار الحله. بعد كده هحط معلقه من عسل النحل او عسل الكلوكوز المتوفر عندك. مش متوفر عندك لا عسل نحل ولا كلوكوز، خلاص استغني عن الخطوه دي تمام. اول خطا انا وقعت فيه ملح الليمون. انا هنا حطيت ملح ليمون كتير، المفروض نحط ذره من ملح الليمون. شايفين الكميه اللي انا حطاها دي؟ تحطوا ربعها بالظبط. وهنقلب بقى كويس ونسيبهم لحد ما يتقلوا كده على النار، لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح ده. يبقى كده خلاص تمام، انا كده خلصت. هضيف بقى في المرحله دي نقطه من ريحه الورد او الفانيليا اللي تفضلي، بس ريحه الورد هتخليها زي الحلاوه اللي بتشتريها من بره بالظبط. وقلبي بسرعه بسرعه جدا، ولازم بعد كده اي خطوه هتعمليها تبقى بسرعه عشان ما تنشفش وتقفش معاكي. تاني غلطه بقى انا غلطتها، انا هنا دهنت الصينيه بالزيت وحطيت الحلاوه عليها مباشره. المفروض كنت احطها على ورق زبده، لان انا لما ما حطيتهاش على ورق زبده ده خلاني وانا بطلع الحلاوه اتهدر مني كتير، اتكسرت معايا واتهدر مني كتير. لكن ورق الزبده كان هيساعد ان انا اطلعها بكل سهوله. هنا في المرحله دي لازم يعني بسرعه بسرعه تحاولي ان انت تسويها وتضغطيها وتفرديها بسرعه علشان ما تنشفش منك، ولو نشفت منك هيبقى التعامل معاها صعب جدا. بعد كده بقى هتقطعيها بالسكينه برضو وهي سخنه، تقطعيها بقى القطع اللي تناسبك وتسيبيها لحد ما تبرد وتقدميها. اظن مفيش ابسط واسهل من كده. طريقه الاعداد ما خدتش معايا 10 دقايق، ورب تكون الطريقه عجبتكم وافادتكم، وشكرا.